السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى معانا فيديو حلو، ونسمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف احنا عملنا ايه. كنت عجنة هنا 250 جرام دقيق، فلما صلي على النبي حطيت بيضتين كبار. لو عندك بقى البيض صغير حطي 3 بيضات. كنت عاوزة بقى حابة الاسبونش ده يطلع لي 3 ترط، لكن الاسبونش ما طلعش غير اللهم صل على النبي 5 طبقات. فانا زودت بقى من عندي، كان في سبونش عندي تاني وزودت وطلعت التلاتة. هقطع بقى على رقم 9 وعلى رقم 8. قطعت في الاول كده على رقم 8، وبعدين قلت ايه هيستهلك مني سبونش كتير، فروحت مقطعه على رقم 9. يعني اول 2 دول قطعتهم على رقم 8، فالباقي كله قطعته على 9 بقى عشان يديني طبقات كتير وكده واعرف اشتغل. ممكن تعجني بقى في ناس بتعجن ببيضتين و150 جرام، يعني 150 جرام وبيضتين، بس انا كنت عاجنة 250 جرام عشان كنت عاوزة طبقات كتير، يعني مش هطلع واحدة بس، عشان كده عاجنة 150. لا، انا كنت عاوزة اطلع كذا تورتاية. فضربت لهم كوباية كريمة، ال3 دول بياخدوا كوباية كريمة. آه الرخامة عندي متغيرة لان انا ركبت رخامة في المطبخ يعني كمان وكده، فمش لازقه عليها حاجه ولا كده، فالتصوير متغير شويه، فلسه هظبطها يعني وايه، وهنظبط التصوير وكده. انا قلت اجرب عليها كده ايه اما نشوف التصوير عليها عامل ايه من غير اضاءه ومن غير حاجه، عشان يعني محدش يستغرب التصوير وكده. حطيت بقى كده زي ما انتوا شايفين، دي تاني طبقه. وبنحشي بقى اي حاجه عندك، مثلا جيلي شوكولاته، جيلي كراميل، اي حاجه. طبقاتها حلوة ما شاء الله، يعني 3 طبقات عاليين وحلوين. دي كنت عاملة عليها عرض، مطلعاها كده محدش كان طالبهم يعني، رحت عرضة واحدة كده فطلبوا مني بقى، يعني اتطلبت مني 3 دول اتطلبوا مني، وتاني يوم برضه اتطلب مني تقريبا 4 او حاجة زي كده. جلستها بقى زي ما انتوا شايفين كده، انا هجلسهم واحطهم في الفريزر بقى ايه يشدوا شوية وكده. فانتي لو هتطلعي تورتاية واحدة اعجني 150 جرام على بيضتين، لو انت هتطلعي واحدة بس. لكن عشان انا كنت عاوزة اطلع 3 ترط وكده، فكنت عاجنة 250 جرام. بس للأسف يعني لما تعجني في الحلة دي 200 جرام احسن. كل ما بتزودي الاسبونج الحلة ما بتبقى الارتفاع بتاعها عالي، والاسبونج من فوق كده بحس ان هو ايه مش مستوي كويس، بحس ان في طبقة كده من فوق مش مستوية. فبعد كده رحت انا بقى ايه، اما جيت اعجن تاني رحت عاجنة 200 جرام. قلت لو طلعت 2 كفاية، بس عشان الاسبونش ما يبقاش ني، الارتفاع بتاعه بيبقى عالي قوي، زي ما يكون ما بيستويش حلو في الفرن. كده انا زودت الطبقة التالتة، كان عندي سبونش ابيض فزودته ايه في نص التورتيه كده، مش بيبان ولا اي حاجة، عشان اطلع ال3 بقى، عشان انا عاملة حساب ان في ايه ناس حاجزينهم ال3. هي بتقضي حوالي 4 5، يعني لو هتقطعيها كده خرط مش كبيرة قوي هتقضي 4 حلوين. انا اللي بجلسها بقى كده وبحطها في الفريزر تشد لحد ما اقفل كل الشغل اللي معايا وكده. شغلهم سريع ما بياخدش حاجة، بس انا مش بحب اشتغل فيهم كتير. ليه بقى؟ عشان الكراتين هي بتبقى صغيرة خالص، بستهلك كراتين كتير. بس ما بلاقي الدنيا مثلا مريحة شوية عندي، فبروح عاملة العروض ديت حلوة، بتشغل الصفحة عندي وكده، وبتلاقي الناس ايه بتطلب شغل. يعني التورتية اللي هي ب100 جنيه دي اللي بطلعها، لما غليتها 20 جنيه ريحت شوية، يعني كنت كل يوم اشتغل ما شاء الله مثلا 6 7 اطلعهم. لما معرفش بقى عشان خاطر المدارس الناس مريحة وكده، الشغل مريح عشان المدارس، ولا عشان انا غليت التورتة 20 جنيه. فما لقيت كده رحت مرجعاها تاني ب20، يعني ب100 جنيه، يعني نزلت ال20 جنيه.
عملت كده روزتات، مش عارفة انا بعمل ايه اصلا. هشيلهم تاني، شلتهم طبعا عشان طلعوا مش حلوين، فشلتهم عادي يعني مفيش اي مشكلة. بترجعي تحطي تاني الروزتات بتاعتك وبتطلع حلو. فالحاجات دي بتشغل عندك الصفحة اما بيكون الدنيا مريحة عندك. اعملي بقى عروض زي كده، اعملي اللي هي الطواجن، الحاجات دي حلوة، الناس بتحب الحاجة اللي هي مش غالية. التورتاية من دي طلعتها ب80 جنيه، تورتاية ب80، واللي هي مقاس 20 بطلعها طبقتين ب100. كنت غليتها شوية 120، بس لقيت الشغل مش عليها زي الاول فرجعتها ب100 جنيه تاني. هنقفلهم بقى ايه كذا تقفيلة كده، شكلهم كان جميل اوي ما شاء الله، وكانوا رقاق وحلوين. فانتي بقى لو عرفتي تطلعها مثلا ب100 جنيه طلعيها، بس انا طلعتها ب80 جنيه وحلوة يعني، بتتباع كويس وبيسألوني عليها على طول. التانية ب100 جنيه برضو بس هي الدنيا فعلا مريحة عشان خاطر المدارس اليومين دول. فالدنيا انا بشتغل خميس وجمعة بيبقى ما شاء الله الشغل حلو وبتبقى الدنيا شغالة، لكن في نص الاسبوع كده بتبقى الدنيا مريحة شوية. المهم يعني هنا احط بقى جناش الشوكولاتة كنت مجهزاه، هحطه كده على التورت كده. انا عملت ال3 اهو، انا حطيتهم برضه عشان تشوفوهم قدامكم، بس بعد ما تلجوا معايا ما اقدرش احطهم على الرخامه كده وهما لسه ما تلجوش، لان الكريمه تسيح منه وتقع. لكن طول ما هم متلجين عادي تحطهم على الرخامه كده وانت مطمنه. حطيت بقى الجناش ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، ولا مسيل ولا اي حاجه. يعني انا الاول ما كنتش بحب اشتغل بالجناش، كنت بجيب الجولي والشوكولاته كده، بس لقيت الجناش بيبقى شكله احلى يعني، بيقفش كده على التورته وبيبقى حلو. وبرضه جولي الشوكولاته بيبقى جميل، بس يعني انا حبيت اليومين دول ايه الشغل كده بالجناش. المهم حطيت جولي فراولة كده على النوتيلا البيضة تدي شكل حلو. قفلتهم يعني ايه ال3 ايه تقفيلات كده مش زي بعضها، بس ما شاء الله كان شكلهم رقيق قوي وشغلهم كان سهل وحلو، ما خدوش معايا اي حاجة. زي ما قلت لكم بقى هتبيعوا الواحدة ب80 جنيه حلوة يعني، هتمشي الدنيا معاكي شوية. في ناس بتعمل اللي هي زي دي وبتبيعها ب100 جنيه، يعني بتبقى 3 طبقات عاليين شوية عندي كمان، يعني بتبقى عالية شوية صغيرة وبتبيعها ب100 جنيه. عملت اول واحدة كده، دي بقى التانية نقفلها برضو مع بعض. يا جماعة انا عاوزة بقى اليومين دول تعلقولي كده كتير وترفعولي الفيديو، لان انا عندي الاعلانات بقالها شوية كده مش شغالة، فانا متضايقة قوي عشان موضوع الاعلانات. فياريت بقى اللي يشوف الفيديو يعمل لي تعليقات كده كتير على الفيديو، ويعمل لي شير للفيديو، ويعمل لي لايك عشان الاعلانات بس ترجع، لان انا موضوع الاعلانات ده مضايقني خالص. فياريت بقى حبايبي اللي بيتفرجوا عليا ما يستخسروش بقى فيا كده لايك وتعليق حلو عشان خاطر الاعلانات بس. دي الشكل التاني كانت برضو شكلها حلو اوي، حطيت عليها نوتيلا كده من فوق، وحطيت كريسبي، وحطيت كراميل. ده الشكل التاني. ده الشكل التالت بقى قسمته كده ل4 تقسيمات. هبقى اقول لكم بقى انا بعمل الجناش ازاي، بس في فيديو تاني بقى ان شاء الله هقول لكم تظبطيه ازاي وكده وتعمليه. يعني لما بيتعمل من بالليل بيتظبط معاكم، ما بلاقيه تقيل قوي بروح عامله له حمام سخن كده ميه فبيرجع يتظبط معايا تاني. ده الشكل بقى الاخير. الشوكولاتات دي انا عاملاها على ايدي كده، رسمها على ايدي، شكلها حلو، بتدي شكل حلو قوي للتورته ما شاء الله، بتخلي التورته جميله، مش بتستهلكي شوكولاته كتير. فده كان اخر شكل اهوت. دول بقى كانوا ال3 تورت اللي انا عملتهم، بعت الواحده ب80 جنيه ما شاء الله، كان شكلهم احلى من بعض. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني بقى ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه.